لاري بيقول له احنا مش محتاجين نجرب الدواء على واحدة ست، كل اللي محتاجينه بويضة ونخصبها ونحقنها جوه راجل وياخد الدواء. فأليكس بيفهم ان لاري يقصده هو، فبيقول له انت اكيد اتجننت وبيسيبه وبيطلع الطيارة. لكن لاري مصمم انه يقنعه، فبيطلع ورا الطيارة وبيقول له انت مش هتحمل بجد وتولد، احنا كل اللي محتاجينه انك تحمل لمدة 3 شهور، ومن نتائج التجربة هنثبت لإدارة الأغذية والأدوية ان الدواء شغال وانهم كانوا غلطانين. فبيقتنع أليكس وبينزل معاه من الطيارة. بيروح لاري وبيسرق بويضة متجمدة من مختبر الدكتورة ديانا وبيكون مكتوب عليها جونيور. بياخد لاري بعد كده الحيوانات المنوية من أليكس وبيخصب البويضة بيهم، وبيسأله أليكس انت جبت البويضة دي منين؟ فبيقول له من متبرع مجهول. وبيبدأوا التجربة وبيحقن لاري بويضة في بطن أليكس، وبيحلم أليكس انه خلف فعلا، لكن الطفل بيفضل يعيط لانه عاوز امه مش ابوه. فبيصحى مفزوع من النوم وبيلاقي نفسه في بيت لاري علشان يكون تحت رعاية لاري باستمرار طول ال3 شهور مدة التجربة. وبيقول له ان الدواء لازم يتاخد كل 4 ساعات بانتظام. بيعمل لاري اختبار الحمل وبتنجح التجربة وبيطلع أليكس حامل. بتمر 4 أسابيع وبيكونوا كلهم مجتمعين في مختبر الدكتورة ديانا علشان يحتفلوا بالمولودة الجديدة للقردة اللي كان معمول عليها التجربة. لكن أليكس أعراض الحمل بتبدأ تظهر عليه، دوخة وترجيع وتقلصات وحلماته بقت حساسة. فبيقول لشريكه أنا ما عدتش قادر أكمل. لكن لاري بيقول له إن شركة الأدوية الكندية شافت بيانات التجربة ومبسوطين جدا بيها وهيجتمع مع مديرها الشهر الجاي. أليكس بيحس بخنقة فبياخدوا لاري وبيطلعوا يتمشوا بره المعمل، لكن ديانا بتلاحظ الأعراض اللي على أليكس فبتشك فيه وبتجري وراهم وبتفتكر إن أليكس مدمن مخدرات لأن الأعراض اللي عنده مشابهة لأعراض الإدمان. لكن لاري بيكذب عليها وبيقول لها إن البلد اللي منها أليكس الرجالة هناك بيجيلهم مرض نادر وبيغير جسمهم